ما شهدناه اليوم يعتبر جريمة شنعاء من قبل هذه الفصائل المجنونة والمرفوسة التي غدرتنا، والتي قفزت من الأسوار وأتت من السماء كالجراد، وأتت من الأرض ومن البحر ومن كل الجهات، وفاجأتنا ودغرتنا وكسرت ظهرنا ورفست شعبنا. وقد رأيتم هذه العملية التي لن ننساها ولم يسبق لها مثيل، ونحن اليوم في حسرة وفي وكرة وفي حثرة، ولن تقوم لنا قائمة بعد هذه العملية. اليوم كسروا رؤوسنا وقلعوا آذاننا وتبرطعوا كالجمال فوقنا، وقد رأيتموهم وكيف كانوا يتساقطون من الجو ومن البحر ومن الجحور الأرض وحتى من وراء الأشجار، وأيضا كانوا مكبوسين أيضا داخل عربات وداخل مترات والشيولات والجرافات، واستخدموا كل الآليات ونحن في غفلة. ونحن كنا نقول إنه اليوم سبت ومرتاحين ومعيدين، وإذا بنا نستيقظ على هذا السبت اللئيم والسبت المشؤوم، ويلعن أبوه ويلعن والده من زاد يعيد بهذا اليوم السبت. وأنا أوعدكم أن يوم الخميس سيكون بدل السبت، أو يوم الأربعاء سنغير السبت بدل هذا اليوم المشؤوم الذي كنا نحسبه يوم عيدنا، ولكننا تفاجأنا بأن الأربعاء هو الموافق ليوم عيد الفصح اليهودي، ولن يحتفل بهذا السبت، وهو سبت غدار مكار من بنو عبد الدار، وأيضا زنجة زنجة دار دار. لكن أوعدكم أننا سنرد وسنذهب إلى الملاجئ عدة أيام، ولكن الملاجئ الآن مغلقة ومسكرة، وما زالت المعارك على أشدها في الأزقة والحوانيت، وإحنا في حالة حرجة. وقد حصلت على جشرة وزكام، وأيضا الحنجرة والبلعوم، وأيضا تقلعص في الزغن، وأيضا هناك لدي شرحجة في القفص الصدري. ومن هذا العمل المجرمين هؤلاء ما يرحموا ولا عندهم أثر الرحمة، وما يبهرني أنهم لم يظهروا وجيههم، عيونهم هي التي ترى، ولا أعرف كيف يرونهم مغطيون وجوههم، ولا نعرف كيف يتقافزون. وقد رأيتمهم وكانوا يسحبلون على الشوارع ومن فوق الدبابات ودعوسوننا، وأيضا زلبطونا. وتعرفون أننا في حالة، وفي هذه الأيام وخصوصا اليوم هذا أنا أعتبره نهايتي إن لم أرد ردا حاسما وقاسما لهذه الميليشيات. هؤلاء ناس يصبروا وإذا فلتوا فلتة الجن، وصورهم يقولون أنهم جن لكونهم نزلوا من السماء بعربات، وكنت أفكر أنها جراد تطاير بالهواء كالعنى المنفوش، ولكن اتضح الأمر أنها عربات مركبة وموتورات، وأيضا نفاخات. أول مرة بسمع هذه النفاخات، ولكنها تعتبر من دعم إيران، ولكن لن نمر مرور الكرام هذه المرة. خذوها مني أيها الشعب، وخذوها من إخواني وأصدقائي، إن هؤلاء لا يرحموا أحد عندما يفلتوا، وإذا صبروا يصبروا صبر الحجر في مضرب السيل وأعظم. ونحن أيضا كنا في غفلة، نقولها على الملأ إننا كنا في غفلة، وكنا نتوقع أن يوم السبت والناس نيام، وأيضا نحن لم نكن على يقظة تامة، وكانت جنودنا في استرخاء كامل. والمشكلة أنهم الذين كانوا في الحدود وفي السياج مغلبهم من الأناث وقليلا من الرجال الذين كانوا يحرسوا الغلاف، فهنا تمت الزغططة والنغططة وتبرطعوا بنا، ولن يمروا مرور الكرام. لكن قد اتصلت ببايدن وكلمته، ووعدني أنه بيقع رجال إلى جانبي، وأيضا الرئيس الفرنسي والرئيس البريطاني، ووعدوني أنهم سيكونوا إلى جانبي في هذه المحنة وفي هذا الأزمة والمخنقة التي لن نفلت منها هذه المرة.
وقد رأيتموني وأفزعوني بآخر الليل الساعة 6 صباحا. واحد اتصل لي في خالد رعي يقول لي هناك هجوم شرس، هناك ناس مجانين يدخلون ملثمين يقفزون من الأسوار ومن الأحواش ومن الميازيب والجدران والطواق، وقد قلعوا علينا كل شيء، الشجر والحجر، واستخدموا كل الآليات والموتورات والسياكل والهيلوكسات، وخصوصا البيجوات. البيجوات هذه هي كانت مصراعة فرنسية وكانت تتواجد أغلبها في اليمن، وتم إرسال شحنة إلى هنا. وأيضا الهيلوكسات الغمارتين هذه كانت تستخدم أيضا للقنص وأيضا للصدم والردع. وقد رأيتم عدة الشيولات والجرافات التي اقتحمت الأسوار. وأصحابنا نوم صراحة، أصحابنا نوم هذه المرة، وكانت معركة غادرة بالصباح، ولكن إذا هم رجال يواجهون من بعد الظهر والشمس حامية والشمس على منتصف السماء وفي كبد السماء سيرونها. ولكن الليلة سنرد على المباني وعلى المدنيين والأطفال، وسنقصف كل المقرات المدنية والمستشفيات والمدارس ولن يمروا. دعوا حماس تمر، دعوهم يدخلوا، لا يهمنا. نحن يهمنا تدمير الأبراج وتدمير البنوك وقتل الأطفال والنساء داخل القطاع. وحماس تدخل إلى تل أبيب تضرب وتقتل وتشبط وتأثر. ما يهمنا أننا نستقضي ونقوم من الجو ونضرب ونهرب ونلد إلى بلادنا، وسنحمي بلادنا من الجو. أما الأرض والله ما ندخلها. أعتقد قدم تعرفون أننا في الأرض لا نستطيع المواجهة، وسنستخدم F-16 وF-18 وF-35 للقضاء على هذه الشرذمة. الأرض لهم والجو لنا، وبيننا من زيد. وأنتم سترون هذه الأيام القليلة القادمة سيكون بها كسار روس، وإن لم يكن بها مصاع عرجل. ويا أسفه علينا وعلى الجيش الذي لا يقهر، سنجعله جيشا لا يقهر خلال الأيام القليلة القادمة. وبإذن الله ستروني ومكبلا أسيرا مهما طال الوقت أو قصر. فمن هنا أتوجه بالصلاة وأتوجه لهؤلاء الذين راحوا ضحايا والأسرى. إن شاء الله سنفكهم بعد أن نطلق كل أسرى الفلسطينيين، وبعد أن نطلق كل الذين متواجدين لدينا من أجل إطلاق سراح أسرانا من الرجال والجنود والضباط والصف وجماعة شلموط وشلطيط وأفيخ أذرعي. كان يناولنا هدرة ويصرفنا هدرة ويقول إن الأمور تحت السيطرة، ولكن الأمر اتضح عكس ذلك. فقد لببونا ولبجونا اليوم، ولا ننسى هذه اللبجة. لقد حاربنا 3 جيوش عربية و6 أيام، ولم يقتلوا كما قتلوا اليوم 300 شخص، ولم يأسروا كما أسروا اليوم خلال ساعات قليلة من هذه الناس المجانين هؤلاء. أنا كنت أفكر أنهم يمزحوا، ولكن المزح هذا ثقيلا، فأرجو من حماس إلى أن لا يمزحوا بهذا المزح الثقيل، وأدعوهم عدم المحاكلة والمكاسرة وعدم الضبط بين الرجل. فنحن كنا كما كان سابقا، كنا نقول أنهم سيضربون رشقات إلى هنا وهناك، ولكن هذه المرة أرونا العين الحمراء، وإن شاء الله نروهم من تحت الطاولة ولا حمال لا مضها. اعذروني، هناك زكام وخشاع، سأذهب إلى الدكتور. تحياتي لكم. مشاهدينا الكرام، أيضا كانت هنا هذه طبعا هذا كان ترجمة نتنياهو لما حدث اليوم جعل سنتهم. تحياتي لكم. من الصبح ولا أكلتوا ولا طعمتوا حاجة، ولا أنا ماكل وشرب إلا هم بتلابي.